بصوا يا حبايبي، دي القشطه اللي طلعت معايا من اللي انا فرستها معاكم يعني. طبعا الجبنه عملتها وسقطتها في البلاص، والقشطه بقى هطلعها ايه، هعملها زبده عشان نسيحها سمنه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اهي هي دلوقتي انا مطلعاها من التلاجة، يعني هي جامده. لازم تكون جامده عشان ايه، تعرفي تطلعيها بايدك، ما تاخدش معاكي وقت يعني في انك انت تطلعيها زبده وعلى طول ايه، تخرز معاكي وتتعمل على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. مطلعه معانا كميه حلوه قوي. تعالي يا حاجه هدي على المحشي يا حاج. ودي طبعا ما شاء الله كانت مليانه، بس انا عملت منها مره رز معمر، وعملت منها المحشي، وعملت منها بيض مره، فايه خدنا منها يعني. بألف هنا وشفا يا رب لكل اللي كان منها. بسم الله الرحمن الرحيم بقى. بصوا هنلف ايدينا فيها كده ان شاء الله باذن الله تطلع معانا على طول يعني. بصوا بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دايما انت بتعملي الحاجات دي اذكري الله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يطرح لك البركه في الحاجه اللي انت بتعمليها، وتبقى كده ايه، زي السكر. وكل اللي ياكل منها حاجه تبقى زي السكر كده في بقه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، ويجعل عندنا الخير كله وعند المسلمين يا رب. اجاه النبي. بصوا كده، هي ما شاء الله اهي. اهي لفتين كده اهوت، يعني 5 دقايق بالكتير قوي، وهتلاقيها سردت ميتها وخرزت معاكي وبقت زبده. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
بصوا كده، هي ما شاء الله، بصوا اهي، هي كده تعتبر بقت زبده، حتى تبص الايد تلاقيها نطفت من القشطه اللي فيها اهي. هي ناقص بس ان هي تسرد الميه اللي فيها، اللي هو بيبقى الخض اللي احنا بنحطه في المش او بنعمل بيه ايه، معجنات. والله الواحد همد بس في نفس الوقت مبسوط يعني. يا رب كتر علينا وعليكم الخير وعلى أمة محمد، اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب احسن ما بين ايدينا. بصوا كده، انا ايدي بقيت حاسه بالميه فيها اهي اهي. خلاص بقى، هي كده خرزت اهي. سامعين؟ حتى تلاقوا ليها صوتها كده بقى فيه جغ كده، اللي هي ايه، صوت الميه اهي. وتلاقوها بقى بدل ما كانت سهله على ايدك، صعبه على ايدك كده، بقت بتلف بايدك على طول اهي اهي. ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يبارك لنا يا رب، ويبارك لكل اللي عنده حاجه وشغال وتعبان وشقيان، ويرزق كل اللي نفسه في حاجه يرزقه بيها يا رب. بصوا ملمسها بقى اتغير اهي. في الوقت ده بقى لو انت عايزاها، بس يعني انا مش محتاجاها في حاجه الخطوه دي. في ناس بتحب ان هي ما بتشتري الزبده يكون لونها ايه، مخضر معاها كده، يقول لك المخضره دي بتبقى فلاحي بقى وبتبقى حلوه ومضمونه. يعني المخضره ديت ملهاش علاقه باي حاجه، هي بتبقى بس البهايم اعزكم الله يعني بياكلوا برسيم وايه، وبيعملوا الخض. فاللون الاخضر اللي هي بتبقى واخداه ده، الاخضر الفاتح ده دوت، بيعملوا ايه بقى، مش الحصير اللي بينزل من الجبنه اللي انت بتشرشيها او اللي انت حطاها في الحصيره، بيجيبوه بقى في الوقت ده يحطوه عليها ويطلعوها فيه. فده بيخليها ايه، تاخد اللون المخضر ده، لانه مش الحصير اصلا بيبقى ايه، لونه اخضر شويه كده، اخضر فاتح كده. انما انا مش هبيعها، انا دلوقتي بخزن ليا، انا بعمل ليا انا لبيتي، فمش محتاجه اللون في حاجه. ومع ذلك يعني بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده ايه اهي، ما شاء الله لونها. قربي كده يا ايه، هي كده بالنسبه لي تمام التمام و100 فل و10. ربنا يا رب يكتر علينا وعليكم الخير. طبعا الشتاء بقى وروايح الشتاء هلت بقى، وبيبقى الخير كتير ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بس ما فيش برضو احسن من الحاجه اللي انت بتعمليها بايدك، ولا ليها ريحه، ولا القشطه كانت بايته عندك من زمان. يعني انا مجرد ان انا فرست الاسبوع، اول الاسبوع التاني بقوم مطلعها علشان ما تبقاش لها ريحه كده، والريحه دي بتفضل فيها لو هي مثلا القشطه قديمه مثلا او عندك وطلع ليها ريحه، بتفضل في الزبده مهما عملت فيها. انما دي كده انا طلعتها اهو، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا الخض اهو باين اهو، الخض بصوا اهو، ده الخض بتاعها. هي كده طلعت اهي. هجيب انا بقى بلاستيكيه تانيه، ناوليني ايه البلاستيكيه اللي هناك ده اهي، اللي انا كنت لا اكلي فيها شويه. انا عايزه بقى يعني
نصها واقل من نصها كده شويه. كل بقى اللي انا هعمله دلوقتي، بصوا الزبده ما شاء الله بقى بعصرها كده اهي. ولازم تنغسل من الخض اللي فيها ده، عشان لو خزنتيها سنه كامله تقعد عندك وما تبقاش ممرره ولا اي حاجه. اللي بيخليها تمرر ان الخض ده بيبقى حامض، ف ده اللي بيخليكي لو انت ما غسلتهاش وحطيتها في ميه زي كده وتحطها في التلاجة مثلا قيمه ساعه، عايزه تعمليها طويله كده تعمليها اهي بسم الله ما شاء الله زي الفل. حاجه كده ايه يعني بيتي وعمال ايديكي مفيش بعد منها. هنحطها في الميه ونحطها فين؟ في التلاجة. بس اهم حاجه تعصريها كويس كده. بصوا يا حبايبي ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم ان انت ما تشتري اللبن وتعمليه تروبيه عندك وتشيلي من عليه وش القشطه وتعملي تخزني السمنه بتاعتك والزبده، اوفر بكتير خالص خالص من انك انت تشتريها. لان اليومين دول ما شاء الله يعني الزبده دلوقتي واحنا لسه ما دخلناش على الموسم عامله في ناس بتباعها ب200 وفي ناس بتباعها ب220 يعني، واحتمال تغلى عن كده. فانتي ما حاولي توفري على قد ما تقدري، وكل اللي هتوفريه هتستفادي بيه لبيتك وولادك، وهتبقى عامله حاجتك بايدك نظيفه، متاكده من نظافتها ومتاكده ان هي حاجه حلوه مش مغشوشه ولا حاجه، وهتوفر لك كتير والله صدقيني. بس احنا اللي بنستكلف او بنكسل نعمل الحاجه، مش عايزين نتعب نفسنا، مع ان احنا ما بتعملي الحاجه بايدك بيبقى لها طعم تاني وريحه تانية. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا احنا بنفضل نعصر فيها جامد كده، لازم الخض اللي فيها كله ينزل علشان خاطر ايه ما تبقاش ممرره معاكي. لو قعدت معاكي سنه واتنين في الفريزر ما بيجرالهاش صنف حاجه، وخصوصا بعد الخطوه دي انك انت بتجيبي الميه وتحطيها فيها، يعني بتصفيها كده كويس وتعصريها جامد قوي وتحطيها في الميه دي وتحطها في التلاجة مثلا. يعني انت مثلا عملتيها بالليل حطيها في التلاجة يا ست للصبح. ده يعني اقل حاجه خالص ممكن تسيبيها ساعتين في التلاجة مثلا في الميه كده، بحيث انك انت تبقي غسلتيها ونضفتيها من الخض اللي هي فيه، بحيث ان هي ما تمررش معاكي. وربنا يا رب يكتر علينا وعليكم الخير. احنا اللي بس بقينا بايه بنستقرب الموضوع بان احنا بنشتريها جاهزه وخلاص. والله انا اعرف ناس فلاحين وعندهم ما شاء الله الخير كتير، وبيبيعوا اللبن وبيشتروا بفلوس اللبن اللي بيبيعوها يخزنوا السمنه والجبنه بتاعتهم. علشان ايه؟ علشان مكسلين مثلا ان هم يعملوا ويرقدوا اللبن او يفرزوه وبعد كده يعملوا جبنه. كسل. احنا البني ادمين يعني الكسل ده يودينا في داهيه. فلو وصلت معايا لحد هنا حطيلي لايك واشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس علشان ايه يوصلك كل جديد انا بقدمه. ويا رب الفيديوهات بتاعتي تكون عجباكم وتنور رضاكم. وما تنسوش تكتبوا لي ارائكم في التعليقات، بقرا التعليقات كلها وبرد عليها. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى انا خلصت اهوت، خلصت كميه القشطه اللي كانت معايا كورتها وطلعتها زبده زي ما شفتوا معايا في الفيديو. والخض ده بقى بشيل يعني كل الحتت الزبده اللي فيه بشيلها وبقوم حاطاه في كيس وحاطاه في الفريزر لو انا مش هستعمله على طول يعني، او لو انا مش هحطه محتاجاه احطه في المش ولا حاجه. بقوم حطاه في كيس حطاه في الفريزر وقت ما اكون عايزاه او اعمل معجنات او اي حاجه بقوم مطلع الكيس اسيبه يفك واعجن بيه. ما خليتش في البلاستيكيه حاجه، نضفتها نظافه ما اقولكوش.
طبعا كل ما بتخش على الجو البرد كل ما الزبدة بتاعتك بتبقى مسكرة اكتر وبتبقى حلوة. كده احنا خلصنا. اتمنى منكم دعوة حلوة ليا بصلاح الحال، ربنا يصلح حالنا وحالكم، اللهم امين يا رب العالمين. بص حبايبي بحبكم الزبده في بتاعتنا الله اهي. اغلى اخوات، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب هاخدها العالمين. احطها في التلاجة دلوقتي. هسيبكم في رعاية الله واشوفكم الفيديو الجاي على خير.